هل يستحق محمد الشناوي أن يكون الحارس الأول للنادي الأهلي الفترة اللي جاية بعد ما شفنا أداءه ومستواه اللي ظهر بيه في كأس العالم للأندية؟ قولا واحدا: لا يصلح. وكلنا عارفين ليه. محمد الشناوي عنده أخطاء كارثية كلفتنا بطولات، مش بطولات. ومع ذلك إدارة النادي الأهلي بتديله الثقة. ليه؟ مش عارف إذا كان هو مش واثق في نفسه. يا راجل، لك أن تتخيل في ماتش بورتو لو اتشاط عليه تريلا بالمقطورة بتاعتها هتخش جول. يا راجل، ده الولد ده له ار2 في المقص. هو طار، هو مش طار، هو بيبص في الارض. انا مش عارف هو بيبص، فكان واقع منه جنيه ولا ايه؟ طب هل يستحق مصطفى احمد شوبير ان يكون الحارس الاول للنادي الاهلي الفترة اللي جاية؟ بكل ثقة طبعا، ومليون في المية. نديله فرصة بقى. يا مصطفى شوبير اخد فرصة قدام اصعب فريق في اصعب موقف، اذا كان في القاهرة ولا كازابلانكا، امام الوداد، وما شاء الله عليه كان هو نجم المباراتين. ومع ذلك ركنوه على الرف عشان خاطر الننوس محمد الشناوي اللي كان هيشيل لنا وكان هيشيل مدحت شلبي، اللي كان فاضل شويه بيقول له: انت بتعمل ايه يا هريدي؟ ارحمنا يا هريدي، طير يا هريدي، اعمل اي حاجه يا هريدي. يا ريت اداره النادي الاهلي تبدا تنظف خط الدفاع وحارس المرمى بقى، عشان احنا بجد الضغط بقى عالي عندنا، عالي وشايلين المرار. ارحمونا بقى.